صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والف صحه وسعاده. عاملين ايه؟ تمام يا رب دايما. طبعا كالعاده اللي ما داس سبسكرايب واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه، واللي حبيبنا اهلا وسهلا. ما تنساناش في اللايك في الكومنت، ده حاجه مهمه جدا جدا، دعم لينا عشان نكمل. الزمالك امبارح كان هايل جدا 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 جدا. يعني فيريرا عرف يقرا النادي المصري كويس قوي. النادي المصري اللعيبه بتاعته كانت متعصبه، كانتش موجوده في الجيم، خرجت بره الجيم. يعني هتقول لي طب التحكيم، طيب كره صلاح محسن ما فيهاش اي حاجه. انا بقول لحضرتك كوره صلاح محسن ما فيهاش اي حاجه. صلاح محسن عمل الصعب كله وجه قصاد الجون، والراجل حب يمثل وياخد ضربه جزاء، ودي آفة اللاعب المصري. دي المشكله الكبيره حضرتك، دي آفة اللاعب المصري. اللاعب المصري انت والجون عايز ايه تاني؟ مش عارف. ولكن خليني اقول لحضراتكم ان الشوط الاولاني تبارى الفريقين في ضياع الفرص، سواء النادي الاهلي سواء نادي الزمالك او نادي المصري. تبارى في ضياع الفرص. ودي يعني خليني اقول لك ان من نجوم اللقاء بالنسبه لي اللعيب البرازيلي، لعيب هايل جدا جدا جدا. اللعيب ما وقعش بدنيا، بل بالعكس الراجل مكمل وداس على نفسه. هو كان في شويه ارهاق وهو خارج، كان باين جدا على وشه، ولكن كان عامل ازعاج كبير جدا جدا. اما دغموم من النادي المصري كان هايل الشوط الاولاني، ولكن الشوط الثاني دغموم كان فين راح فين مش عارفين. يعني التغييرات حتى نبيل الكوكي كانت غريبه. كلنا توقعنا ان نادي المصري هيرجع ليه اللقاء وهيشد يعني خليني اقول لك هيدوس بنزين. ولكن خليني اقول لك حاجه تانية، طلوع صلاح محسن اثر على النادي المصري. هتقول لي ازاي يا نجم؟ هقول لك يا عم، تعال بص كده. اللاعب الجزائري اللي كان موجود مش على قدر وكفاءه ان هو يقود لوحده هجوم النادي المصري. يا اما صلاح محسن يا اما لاعب افريقي جنب صلاح محسن. صلاح محسن كان عامل قلق، كان عامل دوشه. الكوره اللي هو انا اسف يعني تمايز فيها وما حطهاش جون، وكان الجون قدامه فاضي وعدى من صبحي وعدى من الناس كلها. ولكن صلاح محسن مؤثر. صلاح محسن امبارح كان حلو جدا جدا جدا. بقول لحضراتكم اللعيبه تبارت في يعني خليني اقول لك ضياع الفرص. اما الطرد ده نسيبه للناس بتاعه التحكيم، ده ما يخصناش او مش بتاعنا. ولكن انا ليا تحفظ بسيط على الطرد، لانه ممكن ما يكونش طرد عادي خالص. في كور كتير برضو يعني حكم اللقاء انا اقدر اديله جيد، مش جيد جدا ولا امتياز، ودي حاجه كويسه. التحكيم السنه دي يا جماعه خلينا نكون منصفين، كويس جدا 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 جدا. التحكيم السنه دي كويس جدا 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 جدا. طيب، عندك اخبار ايه تاني؟ طبعا نادي الزمالك كما فاز امبارح على النادي المصري تصدر الدوري الممتاز، ويا فرحه جماهيره وعشاقه. ده طبيعي جدا جدا. المارد الابيض، او خلينا نقول النادي الابيض. الله بقى الجماهير النادي الاهلي وليها ماتش النهارده قصاد انبي. خلينا اقول لك ان احتمال كبير الكابتن محمود الخطيب يرجع عن قراره بعد ما لقى الحاح كبير جدا جدا. ناس كتير كلمته يا كابتن محمود، تابع حتى بالفيديو كونفرنس الناس كلها يعني مصره على تواجد الكابتن محمود الخطيب في جدران النادي الاهلي مده 4 سنوات قادمه، وهو ناجح جدا جدا جدا. ولكن يعني 1000 مليون سلامه يا بيبو، وترجع بالسلامه وباذن الله في صحه وعافيه. عندنا برضو اخبار، بما ان النهارده بقى النادي الاهلي هيلعب، دخول امام عاشور لاول مره في قائمه النادي الاهلي بعد غياب. احمد عبد القادر مش موجود يا صاحبي. هتقول لي ليه؟ هقول لك جاله اصابه في العضله الخلفيه، وفضل عماد النحاس ان هو يريحه هو وعمر كمال عبد الواحد اللي جات له كدمه. رجوع النهارده ياسين مرعي بيدي اضافه قويه لدفاع النادي الاهلي في مباراة النهارده مباراة إعادة التوازن للنادي الأهلي. النهارده إعادة التوازن للنادي الأهلي. خليني برضو اقول لكم ان احمد عبد القادر قريب جدا من التجديد للنادي الاهلي. الكابتن وليد صلاح الدين الراجل قال يا جماعه بعد كده في كلام تاني، في غرامات والغرامات كانت قاسيه. المباريات الكبيره الغرامات فيها تغلظت، وفي كلام تاني مع الكابتن وليد صلاح الدين، وقال لك مفيش حاجه اسمها لعيب لسه عقده فيه 3 سنين نجدد له دلوقتي. الكلام ده كله مش موجود. في ايه تاني؟ مروان عطيه
مروان عطيه عايز يرفع عقده، ولكن النادي الاهلي قال له انت لسه عقدك مرفوع، نصبر شويه ونرفع عقدك. يستحق مروان عطيه، يستحق مروان عطيه بصراحه، بيقدم مباريات حلوه جدا جدا جدا، بيقدم مباريات حلوه جدا جدا جدا. طيب عندنا حاجه تانية هنتكلم، يعني خليني اقول لك سيراميكا كليوباترا بدايس بنزين وعمرو السوليه بيقدم مباريات هايله بصراحه. خليني اقول لك جونيور اجاييه راح الاردن. يعني خليني اقول لك مصطفى محمد لعب امبارح قصاد نانت. النهارده صلاح يعني وكهربا. تعالى بقى هروح لك لكهربا. كهربا امبارح مع القادسيه الراجل عمل جون وجاب جون. ما اعرفش ايه حكايه كهربا وبداياته الجميله جدا 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 الروعه جدا جدا مع الفرق الجديده اللي بيروحها كهربا. الف مبروك لكهربا ونتمنى له التوفيق. والراجل بعد ما جاب الجون، والجون موجود عند حضراتكم، الراجل بعد ما جاب الجون راح عليه على طول لنبيل معلول، مش علي معلول لا نبيل معلول، وبالاحضان وبتاع والكلام ده كله. فبالتوفيق لنجمنا كهربا، بالتوفيق لكل فرق الدوري الممتاز. واستنونا ان شاء الله النهارده في لايف على اليوتيوب مع كابتن دودي، وهيبقى لايف جميل جدا 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 جدا. ما تنسوناش كالعاده في المتابعه في الكومنت، ويعني ايدك كده تروح على السبسكرايب بعد اذنك، واشترك في القناه. سلام.